السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. قبل ما نبتدي نذكر الله ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك. النهارده هنعمل معاكم صينية لسان عصفور، حاجة اقتصادية وفي نفس الوقت قيمة. لسان العصفور ده مقاديره ايه؟ كبد وقوانص، لسان عصفور، شوية قوطة بس وبضاية. تعالوا نشوف هنعمل ايه. معانا هنا كبد وقوانص، هنا الكبده وهنا القوانص، كيلو ونص قوانص وهنا ونص كبده، ومعانا شويه قوطه يعني حاجات بسيطه، وصلصه وكسير لسان عصفور. تمام، هي دي المقادير، وشويه زيت وبصل. الكاميرا فصلت مني بس انا حطيت البصل على النار. يلا نبتدي ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك، ونبتدي يلا. هنا البصل معانا بتاع الكبد والقوانص. احنا كده كده عملنا الكبد والقوانص مع بعضينا يعني قبل كده. الطاجن ده احنا هنعمل بس الصينيه. انا معايا شويه بصلايه صغيره، هصفرها وبعد كده هحط عليها القوطه. تمام يا جماعه، وهنحط التوابل. وهنا يا جماعه حطينا هنا شويه ملح وشويه زيت صغيرين، وهنحط لسان عصفور. لسان العصفور في ناس بتحمره، انا ما بحمرهوش، انا بسلقه. هسلق معاكم كيس ونص، لان انا مش عايزه الكميه ايه تبقى كتيره، لان انا هعمل طاجن لسان عصفور. هعمل قصدي لسان عصفور صينيه، وفي نفس الوقت هعمل كبد وقوانص. هبقى محتاجه الكبد والقوانص يعني الحاجتين بس، كفايه كده. هنسلقه السليق عادي اكني بنسلق مكرونه، يعني عايز السوا بتاعه سوا كامل. البصله كده اصفرت يا جماعه، انا مش عايزاها تتحمر. هحط شويه شفشق قوطه كده، يعني اعصرها واصفيها واحطها. وهنحط هنا معلقتين صلصه علشان انا ما عنديش بابريكا. وهحط ملح وفلفل اسود بس، شويه ملح وفلفل اسود بس، مش ولا اكتر ولا اقل. بصوا، انا كنت عايزاكم في كلمتين يا جماعه نتكلم مع بعض. ان شاء الله بامر الله. آه انا باذن الله هبقى معاكم متواجده كل يوم. اللي عايز طبخه، اللي عايز مثلا اكله معينه يبعت لي في التعليق، وانا بامر الله هقول له ايه مقاديرها بالظبط. ولو حد عايز اوردر، انا سايبه رقمي على الواتس على الصفحه. انا بعمل اوردرات وبعمل كل حاجه. اللي عايز اي حاجه يتصل بيا، وانا هبقى معاكم بامر الله. وكل حاجه نفس المصاريف او التكاليف بتبقى حاجات بسيطه باذن الله، وبتروح لك لحد مكان ما انت عايزه تروحيه. والاكل هيبقى سخن وكل حاجه باذن الله. بس يا جماعه انا عايزاكم بس تتفاعلوا معايا في القناه بالله عليكم، وتعملوا لنا اشتراك وتعملوا لنا لايكات علشان القناه تكبر بيكم بامر الله. بصوا يا جماعه، احنا هنا سلقنا لسان العصفور بالشكل ده. بس اللسان العصفور ده عندي من رمضان، انا حاسه ان هو مكسر شويه، بس هي عادي، الصينيه عادي مش معجن. بصوا مفلفل ازاي. هنحط له شويه زيت، وهنحط كبد القوانص، هنكون مقطعينها بالشكل ده، كبد وقوانص عادي سلقينها عادي. وهنحط الصلصه مسبكاها، اللي احنا سبكناها مع بعض ببصلايه وملح وفلفل بس. انا كان عايزه احط في قرفه وجنزبيل بس ما عنديش. هتقلبي كل الكلام ده كده 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 كده، بتبقى صينيه يا جماعه تحفه 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 بالشكل ده. في صينيه في قالب زي ده كبير، هصب الخليط ده كله، ويا دوبك ما شاء الله واسويه. بصوا، هو الكبد والقوانص انا مش عاملاها كتير، انت عايزه بقى تكتري براحتك، لان احنا هناكل جنبه كبد وقوانص. في ناس بتعمله جنبه فراخ، انا بعملها اقتصاديه. معانا بيضه واحده هنحطها للوش. ده مش هينفع فيه ولا جبنه موزاريلا ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها.
هنحط شويه فلفل اسود عشان زفرت البيضه. هنحط البيضايه كده، هنضربها ونفضيها كده، وبالفرشه هنمشي بيها كل الخليط. انا مش عايزه بيض يستوي، انا عايزاها تحمر الوش. هندخلها الفرن وهوريكم شكلها بأمر الله النهائي. اذكروا الله يا جماعة، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنحط لها فحمية ونقطة زيت. أنا عملته معاكم كتير الطاجن ده. ادي صينية اللسان عصفور لسه مطلعينها من الفرن، سخنة بتتخرج كده، زيها زي صينية مكرونة بالبشاميل بس بتبقى طعمها رهيب. هي سخنة قوي حقها تبرد، بس انا عايزة اطلعها لكم. بيبقى شكلها كده يا جماعة. ما شاء الله، جربوها هتعجبكم جدا. ده شكل اكلنا. ده الطاجن، طاجن الكبد والقوانص، ودي صينيه اللسان بلسان عصفور. هتعجبكم يا جماعه قوي، جربوها. وهنا ينتهي فيديونا، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.